السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو اليوم جبت لكم حلوى جافة بنينة خفيفة واقتصادية. أنا نركز لكم هذو اليامات على الحوايج الاقتصاديين، بصح راح يكونوا فيهم حوايج هكا حلويات ملكية بإذن الله. شجعوني وكتبوا لي في التعليقات باش ندير لكم حلويات ملكية. هذا الصابلي والمقادير راهم حاضرين باش نقول لكم، برك مازال ما خدمتش الفيديو. هذا الصابلي زيت غير بالزيت وراح يخرج لكم من اروع ما يكون. انا هذا الجاتو ذقته وعجبني بزاف وطلبت الوصفه وعطوها لي وجيت درتها لكم. 3 حبات بيض، وكاس سكر ناعم، نخلطه كلش مع بعضه. هذا الجاتو يقدر يكون صابلي، تقدروا تخدموا به الصابلي عادي جدا. تبعوا برك الخطوات اللي حنمته لكم باش يخرج لكم الصابلي تاع الزيت، لانه اكيد الصابلي تاع الزيت والصابلي نورمال ماشي كيف كيف. الصابلي النورمال اللي فيه الزبده برك، والصابلي تاع الزبده والزيت ماشي كيف كيف، والصابلي تاع الزيت وحده ثانيك ماشي كيف كيف. لهنايا درت كاس زيت كما شفتوا، هذاك هو الكاس اللي كيلت به كلش، وكاس مايزينا. خلط عفوا الجميع بهذا الشكل، ومن بعد راح نضيف الفارينه. لهنايا يعني نخلطه عادي كما شفتوا، انا خلطت غير بالفوي وما عييتش كاع روحي في الخلاط. ضفت لافاني وضفت كيس خميره كيميائيه. لهنايا لافاني تحب ولا عندكم لاغوم بور فاني استعملوها ثانيك هايله. هاوليك شوفوا انا بالجلافز بالليغون، يعني صراحه ما كاش قد لي الدين والله. هي اللي تخليك تعرفي العجينه. شوفوا انا جاتني لهنا صعيبه، مي بصح جوست مسيتها بيدي عرفت بلي هذاك هو الاخر. اذا حنايا كي نديروا العجينه لازم تكون طريه وحاكمه روحها. بالك تنشفوها، اذا نشفتوها خلاص عطيتو لا غوسيت، لا تحبس لا غوسيت، ما كان له تكملوا ولا كملوها كروكي، لانه مش راح تجيكم مليحه، راح تخرج لكم راح تتشقق وراح تبدا تطلق الزيت. هذه هي اي حلوه فيها الزيت اذا نشفتوها راح تخرج الزيت. فهمتوا كيفاش؟ هذه دوها قاعده، اذا لازم دوها طريه. وكي ديروها ما بين يديكم تكون شويه فقط تلاصق، لهنا تحبسوا. انا لهنا هذه عاودتها قدامكم ودخلتها طيب. بعد ما طابت انا لهنايا هايليك خليتها حمار. شوفوا انا درت زوج، واحده حمرتها مليح للعباد اللي يحبوا يحمروها مليح، وكاين اللي خليتها هكاك. لهنا هذا معجون الليمون القارص، الصراحه مدته ليه جوستي. هذا المعجون تاع القارص يقدر يدخل في الفوغاج، كاين واحد الفوغاج يتبع تاع القارص تقدروا تستغناو عليه نهائيا. انا في وقت الليمون خدموا هذا المركز او المعجون. انا واش ندير؟ انا يا نحمص حبه كاطو من هذو الحبات مليح ونرحيها ونستعملها بلا ما تستعمل الكاوكاو عفوا. ولا هنايا غير بيدي هكا ضفت شويه المعجون هذاك، غير بيدي شويه شويه هكا. وضفت البيستاش، تقدروا ديروا كاوكاو باللون الاخضر، انا كان عندي البيستاش استعملت البيستاش. هذا ما كان. ولا نكون وصلنا نهايه الفيديو، سهله مهله يعني في وقفه ديريها. وليت نحب ندير لكم هذا النوع تاع الفيديوهات باش يفيدوكم. الى اللقاء، ما تنسوش الجام والبارطاج لهذا الفيديو. الى اللقاء.